فجأة بقى جميل في عينها. كل ده عشان غارت إني هبقى مكانها. الموضوع موقفش عند عبير بس، لأ، أحمد قالي أهلي كلهم بقوا ضدي، إخواتي رافضين جوازي منك عشان أرجع لعبير عشان البنت، وأمي رجعت في كلامها. كلكم دلوقتي بقيتوا ضدي وأنا اللي بقيت العقبة. تخيلوا يا جماعة، في 3 أيام بس كل حاجة اتقلبت. الحب، الأحلام، الوعود، كل ده بقى في الهوا. سألته بوجع، وأنا هتبعد عني بالبساطة دي؟ قال لي مصلحة بنتي أهم. طب واللي بينا، اللي عشناه، اللي خططنا له؟ قلت له لأ، دي مصلحة أهلك اللي مصممين على ده، عشان أنا اللي قلت لك رجوعك ليها مش هيكلفك قرش. رد عليا ببرود، خلي النهاية بيني وبينك أخلاق. أخلاق؟ فين الأخلاق دي في اللي بيحصل؟ فين الرحمة؟ هل في أمل بعد كل الكسر ده؟ شوفوا الجزء الأخير، يمكن تلاقوا إجابة.